قلة من اللاعبين يعرفون الحقيقة خلف بطل لعبة أساسنز كريد الأسطوري. قد تكون هناك إلهامات قادمة من الجزائر. الطائر ابن لا أحد اسم عربي بلباس مستوحى من الشرق، يقاتل من أجل الحرية والكرامة والعدالة. رسميا الطائر من مصياف في سوريا، لكن توجد دلائل داخل اللعبة تشير إلى شيء آخر. أولا اسمه الطائر أي النسر، وابن لا أحد أي ابن الواحد، وهذا تعبير منتشر في التصوف المغاربي. ثم هناك مظهره اللباس الأبيض، القلنسوة والهدوء، تشبه كثيرا زي بعض شيوخ التصوف الجزائريين. وليس هذا فقط، في الإصدارات التالية من اللعبة أضافت يوبيسوفت أسواقا تشبه القصبة، مناظر صحراوية من الصحراء الكبرى، وإشارات إلى القبائل الأمازيغية. بعض المطورين صرحوا أن اللعبة تدمج عمدا ثقافات العالم الإسلامي، ومنها التأثير المغاربي الواضح. ربما لم يولد الطائر في الجزائر، لكن روحه وإيمانه ومظهره تحمل بصمة الجزائر العميقة.